السلام عليكم. بسنت سليمان واللي انتحرت امبارح في اللايف ووجعت قلب ناس كتير عليها. قبل ما تعمل كده فضلت حوالي ساعة في اللايف بتحكي اللي حصل ليها في حياتها ومع جوزها، وازاي كمان ان هي حاولت تعمل كل حاجة ولكنها للأسف ما قدرتش. وقالت كمان ان هي اتظلمت كتير وتعبت من كتر الظلم اللي شافته، وان هي كمان مش مسامحة اي حد ظلمها او حد وعدها وخلي بيها. وقبل ما تموت بعتت رسالة لطليقها واللي اسمه عمرو، وقالت له خلاص يا عمرو الشقة فضيت وانا هسيب لك الشقة فاضية، وكمان هسيب لك العيال، تعالى خدهم. وكمان يعني كأنها كانت بتقول له انا سايبه لك الدنيا كلها، بس يعني ايه مش سايبه لك الشقة والعيال اللي بتحارب عشانهم. بس برغم الوجع اللي هي كانت فيه وبرغم ان هي كانت خلاص ناوية تنهي حياتها، ومع ذلك بسنت ما نسيتش عيالها، بل هم كانوا عمها الكبير يمكن كمان الأول والأخير. وفضلت طول اللايف بتوصي عليهم بمنتهى القهر والوجع، وقالت للناس كلهم على اللايف، أو يعني كمان بعتت الرسالة لأهلها وأهل جوزها وجوزها كمان، إن خلي بالكم من ولادي. وكلامها كان طبعا يقطع القلب. وأنا بصراحة لما شفت اللايف وهي بتنط قسما بالله أنا ما قدرتش إيه اكمل، يعني انا كنت مغمض عينيا لاني مش عايز ايه اشوف. طبعا هي كانت في الوقت ده محتاجه حد يحس بيها وحد يطبطب عليها. بعدها قررت ايه يعني تنط من الدور ال 13، وصوتها وهي بتصرخ وصوتها وهي بتنط، او الخبطه اللي اتخبطتها لما وقعت على الارض، دي ما كانتش مجرد واحده انتحرت، لا، دي كانت واحده بتبعت لنا رساله كلنا اننا لازم نرحم بعض ونراعي نفسية بعض، وان الدنيا يا جماعة اللي بنحارب بعضنا عشانها ما تستحقش كل الهم اللي بنعمله ده. ده يحارب ده وده ياكل ده وده يسرق ده وده يعمل مش عارف ايه. وانا هنا والله مش جاي عشان اقول زي الجماعة اللي بيقولوا اصلها ماتت كافرة، اصل ماتت مسلمة، اصل هي في الجنة، اصل هي في النار. هي في النهاية حسابها عند ربنا. فبلاش نشتغل شغل ايه يعني ايه قضاة السوشيال ميديا اللي يقعدوا ايه يقولوا ده يخش الجنة وده يخش النار. اللي عملته ذنب، ولكن هي بين ايادي ربنا، فهو وحده اللي اعلم بيها، وهو وحده اللي قادر يغفر لها او ما يغفر لهاش. فانت ادعي لنفسك انت، ماشي، ادعي لنفسك ما توصلش للمرحله اللي هي وصلت لها، وتيجي ايه بعد كده نقول طب انت في الجنه ولا في النار. فيا ريت يا جماعه نرجع لربنا ونشوف بلاوينا ونحاول نصلحها. كل واحد فينا يعني اكيد ليه حال مع ربنا، فبدل ما نكون احنا كمان جلادين على الناس، الاحسن اننا نحاول يعني نطبطب على بعض ونقول كلام لبعض كده، يمكن ايه يعني يخلي البني ادم اللي نفسيته خلاص قفلت يعني يتمسك في الدنيا يعني شويه. في النهايه حسبي الله ونعم الوكيل. فكل حد هان عليه يكسر خاطر انسان او يشمت في وجعه. الكلمه يا جماعه امانه، والقسوه بتموت. ربنا يتولى بسنت ويتولانا ويحفظ اولادها ويعوضهم خير عن الوجع اللي شافوه. خدوا بالكم يا جماعه من بعض، عشان زي ما قلت ممكن كلمه كويسه تتقال لحد تعبان وخلاص كاره الحياه، الكلمه دي ممكن تكون سبب ان هو يتمسك بالحياه. ربنا يتولاها ويصبر اهلها ويصبر اولادها، وانا لله وانا اليه راجعون. سلام.